سرج عبار هاتن. الأخوة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المحترمون، أيتها الأخوات، أيها الأخوة الحضور الكرام، الرفاق والأصدقاء أبناء منطقة ديريك الأبية، باسم اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وباسم سكرتير الحزب الأستاذ عبد الحميد درويش، نتقدم إليكم جميعا بالشكر لمشاركتكم لنا في هذه المناسبة، مناسبة مرور 40 يوما على رحيل رفيقنا العزيز إبراهيم حاج صبري عضو اللجنة المركزية لحزبنا. لقد كان الرفيق إبراهيم من أوائل المناضلين الذين انضموا إلى صفوف حزبنا منذ الأيام الأولى لتأسيسه، وكان بحق من المبادرين إلى العمل الجماهيري والتنظيمي والسياسي، وقد أصبح خلال فترة قصيرة من الكوادر المتقدمة والناجحة في توسيع نشاط الحزب ليس فقط في منطقة ديريك فحسب، بل في جميع المناطق، حيث كان شخصا محبوبا من رفاقه ومن جميع الذين عرفوه والذين عملوا معه. ولهذا فقد عمل في الهيئات القيادية في الحزب منذ انتسابه وحتى يوم رحيله، ولم تثنه الصعوبات عن المضي في النضال، ولم يرضخ يوما لأساليب القمع والتخويف، فقد تعرض خلال نضاله إلى الاعتقال مرات عديدة، وتعرض إلى التعذيب الشديد في أقبية القمع التي واجهها بشجاعة المناضلين الأشداء. بقي ملتزما بسياسة ومبادئ الحزب بكل تصميم رغم كل الظروف الصعبة والقاسية. لقد كان الرفيق إبراهيم نموذجا للإنسان الوطني المخلص المتفاني في خدمة شعبه، ولذا فقد اكتسب ثقة ومحبة أبناء شعبه على أوسع نطاق. أيها الأخوة والأخوات، إن تضحيات أبناء شعبنا خلال العقود الماضية لم تذهب سدى، رغم أنها استغرقت زمنا طويلا، ورغم الظروف الصعبة والقمع الذي كان يقف كجدار لا يمكن اجتيازه. نقول رغم ذلك فقد استمر أبناء شعبنا في النضال السياسي، ومنهم هذا الرفيق الذي نتألم على رحيله، فقد عمل بكل جهد للمحافظة على القيم الوطنية وعلى الروح المعنوية العالية لأبناء شعبنا الذين حملوا قناعة عميقة بأن قضايا الشعوب العادلة هي التي ستنتصر مهما واجهت من سياسة القمع والاضطهاد، ومهما كانت أساليب اضطهاد شعبنا مولغة في القهر والعنصرية والقسوة. فاستمروا في حمل لواء النضال سنين طويلة دون أن يتسلل اليأس إلى نفوسهم. وها نحن اليوم نشهد على أرض الواقع كم كانوا صادقين وكم كانوا على يقين بأن عهود الظلم مهما طالت فإن إرادة الشعب هي الباقية وهي المنتصرة. لقد رحل المناضل أبو عز الدين بعد أن رأى بعينه انتفاضة وثورة الشعب السوري ضد الظلم والطغيان، ضد التسلط والسياسات التفرقة البغيضة. رأى بعينه قبل أن يغادر الحياة أن تلك الأجيال التي عمل في صفوفها وعمل على توعيتها لكي تتمسك بحقها في الخلاص من الحرمان والاضطهاد، فها هي هذه الأجيال قد بلغت من الوعي ما يمكنها من حمل الراية ومواصلة النضال للوصول إلى تلك الأهداف النبيلة التي طالما آمن بها وضحى من أجلها. أيها الأخوة والأخوات، إن الشعب السوري الذي رزح تحت نير الدكتاتورية والاستبداد عشرات السنين وعانى من الحرمان والقهر الذي